النهارده هنعمل مع بعض بيتزا المطعم بالطريقه الاصليه وبعجينه ممتازه. العجينه بتاعتها بسيطه جدا، ما فيهاش لا بيض ولا حليب ولا زبادي، وهتطلع بقى معاكم طريه جدا وحاجه كده في منتهى الجمال. هقول لكم كمان على التسويه المظبوطه عشان البيتزا تطلع طريه كده وما تنشفش. شايفين بقى شكلها حلو قد ايه؟ البيتزا واخده لمعه حلوه جدا والجبنه سايحه. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. في الاول كده هنبدا نجهز العجينه، فهنحتاج كوبايه ميه دافيه. هزود عليها معلقه صغيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره تكون مليانه كويس. وهزود عليها كمان معلقه صغيره سكر. هقلب السكر والخميره كويس جدا مع بعض، وفي الوقت ده كمان نقدر نستنى على الخميره لحد ما نتاكد ان هي ناجحه. بنلاقيها عملت زي فقاقيع صغيره كده على وش الميه، يبقى كده خلاص احنا اتاكدنا ان الخميره بتاعتنا شغاله وزي الفل. هنبدا بقى نضيف الدقيق. في الاول كده هحتاج كوبايتين ونص دقيق. الدقيق كمان هيكون عليه نص معلقه صغيره من الملح. هنضيف الدقيق على مرحلتين، بضيف تقريبا نص الكميه وبعجن كويس جدا، واول ما الدقيق بيختفي بضيف كميه الدقيق الباقيه، وهبدا اعجن كويس جدا لحد ما العجينه كلها تتلم على بعض. في الاول كده بنلاقي ان القوام بتاع العجينه طري جدا وبيلزق معانا. اول ما العجينه بتلم معانا بالشكل ده بنضيف لها معلقتين كبار من زيت الزيتون او اي زيت نباتي موجود عندنا في المطبخ. هنضيف الزيت ونعجن كويس جدا حوالي دقيقتين كمان. بعد كده هنلم العجينه، القوام بتاعها هيكون بيلزق بالشكل ده. عجينه طريه جدا والقوام بتاعها بيلزق في الايد. هنلم العجينه ونغطيها ببلاستيك راب ونسيبها لمده ربع ساعه لحد ما ترتاح شويه. بعد ما بيعدي ربع ساعه العجينه طبعا طريه جدا. هنبدا بقى نضيف كميه الدقيق الباقيه. هحتاج كمان نص كوبايه دقيق. هنضيف الدقيق ونعجن كمان حوالي دقيقتين او 3 دقايق ونلم العجينه. القوام بتاع عجينه البيتزا هيبقى طري معانا وبيلزق في الايد بالشكل ده، هو ده القوام المظبوط. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ القوام بتاعها طري وبتلزق في الايد. هنلم العجينه بتاعتنا ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. هنسيبها تقريبا كده ساعه او ساعه ونص لحد ما حجمها يتضاعف. تعالوا بقى دلوقتي نعمل صلصه سريعه كده للبيتزا وطعمها حلو قوي. معايا نص كوبايه من الصلصه البيتي. هقول لكم انا عملتها ازاي. جبت طماطميتين ضربتهم في الخلاط وحطيت طاسه على النار ونزلت فيها بمعلقه زيت، وبعدين حطيت عليهم الطماطم وكمان رشه ملح صغيره كده، وهديت عليها النار لحد ما اتسبكت معايا وبقت بالقوام ده. دلوقتي بقى هنضيف عليها شويه اضافات هيدولها طعم حلو قوي. هنضيف معلقه صغيره زعتر، وهضيف كمان ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. هنقلبهم كويس قوي مع بعض، وخلاص على كده الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. عايزه اقول لكم بقى ان طعمها تحفه. دلوقتي العجينه اختمرت وحجمها اتضاعف بالشكل ده. انا سبتها تقريبا كده ساعه. هنبدا نفضي الهواء اللي فيها. هديلها الاول كده رشه دقيق وهبدا افضي الهواء اللي في العجينه. هنقسم العجينه على 2. العجينه اللي احنا حضرناها النهارده هتعمل 2 بيتزا بحجم وسط. بنقسم العجينه على 2 وبناخد اول قطعه عجين بنحاول نلمها في ايدينا بالطريقه دي. بحط عليها بس كده رشه دقيق عشان ما تلزقش في ايديا، وهبدا افردها بسمك رفيع جدا. هنفردها كده من جوه لبره، ونحاول كمان ما نجيش على الاطراف خالص عشان احنا عايزينها تكون يعني السمك بتاعها عالي شويه. اهم حاجه كمان السطح اللي احنا بنشتغل عليه بنحط عليه شويه دقيق حلوين عشان العجينه ما تلزقش. لو حسيتوا بقى وانتوا بتفردوا العجينه كده ان هي بتلم معاكم مره تانية او ان هي ما بتتفردش بسهوله، هتستنوا عليها كده لمده 5 دقايق وبترجعوا تكملوا فرد مره تانية. هتلاقوها بقى اتفردت معاكم بكل سهوله. اهم حاجه نفردها بسمك رفيع، وكمان نحاول ما نجيش على الجوانب خالص، بنسيبها كده زي ما هي. بنرفع بقى البيتزا بنحطها في صينيه بتكون مدهونه بالزيت. الصينيه اللي انا هستخدمها النهارده صينيه مقاس 30 وصينيه تانية مقاس 28. هوزع عليها معلقتين كبار من الصلصه اللي احنا عملناها. وبعد ما بنحط الصلصه ونوزعها كويس بنحط الجبنه الموتزاريلا، وهحط عليها رشه صغيره جدا من زيت الزيتون. هتخلي الجبنه سايحه وكمان هتدي للبيتزا لمعه حلوه قوي. وتقدروا كمان تزودوا لها كده من على الوش رشه زعتر. وفي الاخر خالص بحط عليها حبه صغيره جدا من الصلصه اللي احنا عملناها. بالنسبه بقى للتسويه، عشان التسويه اهم حاجه في البيتزا، هندخلها فرن سخن على درجه حراره 200. الفرن هيكون شغال من فوق ومن تحت مع بعض. هنحط البيتزا في الرف الوسطاني، واول ما الجبنه تبدا تسيح كده وتاخد لون ذهبي خفيف بنطفي عليها الشوايه
وبنسيب الفرن شغال من تحت. هتاخد معانا تقريبا ربع ساعة وهنلاقيها استوت. تعالوا بقى دلوقتي نعمل البيتزاية التانية. بنفرد العجينة عادي جدا وبوزع عليها كمية الصلصة الباقية. بعد كده بوزع عليها كمان طبقة من الجبنة الموتزاريلا، وفوق الجبنة الموتزاريلا بتحطوا بقى الحشوة اللي انتوا حابينها. حابين بقى تعملوها سادة زي الأولانية كده براحتكم. أنا هحط عليها كده شوية من اللحمة المعصجة وهوزع فوق منها كمان طبقة من الجبنة الموتزاريلا، وهحط عليها كمان كده شوية فلفل، شرايح فلفل وشرايح من الزيتون. التركايه بقى اللي هتفرق معاكم بجد في البيتزا ان انتوا توزعوا عليها كده شويه من الزيت، ويفضل ان هو يكون زيت زيتون. ونحط رشه صغيره جدا كده من الزيت بتخلي الجبنه تطلع سايحه، وكمان بتدي للبيتزا لمعه حلوه قوي. اخر حاجه هحط رشه صغيره جدا من الصلصه اللي احنا عملناها. وبعدين باخدها بدخلها فرن سخن على درجه حراره 200، الفرن يكون شغال من فوق ومن تحت مع بعض. وهنحطها في الرف الوسطاني، واول ما الجبنه تبدا تسيح معانا كده وبتاخد لون هنطفي عليها الشوايه وبنسيب الفرن شغال من تحت. هتاخد معانا تقريبا في الفرن كده ربع ساعة وهنلاقيها استوت. هتطلع معانا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. العجينة ما شاء الله طرية جدا، والجبنة سايحة كده، وكمان البيتزا نفسها واخدة لمعة حلوة قوي. عملناها النهاردة بعجينة بسيطة جدا، لا فيها لا بيض ولا حليب ولا زبادي، وطلعت معانا حاجة كده تحفة. العجينة طرية جدا وكمان طعمها في منتهى الجمال. جربوها بنفس الطريقة كده وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. هسيب لكم كل المكونات كمان مكتوبة في صندوق الوصف. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناه وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.